أن أهل الكوفة شكوا إلى سيدنا عمر ابن الخطاب، شكوا من سيدنا سعد ابن أبي وقاص، وهو من العشرة المبشرين بالجنة وممن يشهد له بالمقام والمكانة، وهو فاتح من الفاتحين. كان الله تعالى قد فتح على يديه القادسية كما هو معلوم معروف ضد الفرس. كان صحابيا جليلا، ولكن أهل الكوفة قالوا إنه لا يحسن الصلاة، فاستغرب سيدنا عمر، ولكنه إمام المسلمين وهو مطالب بأن يقف عند الشريعة، فعزل سيدنا سعد ابن أبي وقاص وولى مكانه سيدنا عمار بن ياسر على الكوفة، ولكنه استدعاه وقال له: إن القوم يقولون إنك لا تحسن الصلاة، لا تحسن أن تصلي. فقال: والله يا أمير المؤمنين، أنا ما صليت بهم إلا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت أصلي بهم صلاة رسول الله، فإذا صليت العشاء أركض في الركعتين الأوليين وأخفف في الأخريين. ومعنى أركض بمعنى أطيل قليلا، هذا معنى أركض في العربية. قال: إنني أركض في الأوليين وأخفف في الأخريين. فقال: هذا هو العهد بك، هذا هو العهد بك يا أبا إسحاق. لكن سيدنا عمر كان رجلا وقافا عند الشرع، فلم يترك الأمر يمر، بل أرسل من عنده وافدا إلى الكوفة. قيل إنه رجل وقيل إنهم عدة رجال. بعث بهم سيدنا عمر إلى الكوفة يسألون عن سعد بن أبي وقاص. قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فمن واجب ولي الأمر أن يحقق إذا ما جاءته شكوى، أن يحقق في أمر من رفع إليه شكاة. فأرسل سيدنا عمر رجلا وقيل رجالا يسألون عن سيدنا سعد بن أبي وقاص في الكوفة. قال: فذهبوا إلى كل مساجدها وإلى كل حواضرها وسألوا الناس عنه، فما ذكروه إلا بخير، حتى وصلوا إلى مسجد لبني عبس. هذا المسجد فيه رجل اسمه أسامة ابن قتادة ويكنونه أبا سعد. قال: دخل عليه موفد عمر ومن معه وقال للقوم: أناشدكم الله، ماذا تعرفون عن سعد ابن أبي وقاص؟ قال: فسكتوا إلا ذلك الرجل التعيس الذي نطق فقال: ما دمت قد ناشدتنا فإن سعدا كان لا يسر بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. إذا كنت سألتنا فهذا هو رأينا فيه. فسيدنا سعد بن أبي وقاص سمع هذا فتوجه إلى الله، وبابه العالي لا يغلق، وهو يعلم أن الإنسان لا يخلو من قادح ومادح. والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يخلص المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مدبجة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قالوا بأن له ولدا وصاحبة جورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذه مقالتهم في الله خالقهم، فكيف إن قيل فينا بعض ما قيل. فكان سيدنا سعد يعلم أن الإنسان لا يسلم من أذات البشر، فتوجه إلى الله تعالى وقال: إني داع ب3 دعوات لهذا الرجل. فقال: يا ربي، إن كان عبدك هذا الذي نطق، هذا أبو سعدة، إن كان قد قام رياء وكذبا، كان كاذبا وقام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن
قال: وذهب سيدنا سعد بن أبي وقاص ودارت الأيام، فإذا بعبد الملك أحد رواة الحديث يقول: لقد مررت على الكوفة ولقد رأيت أبا سعدة هذا الرجل في شوارع الكوفة وقد بلغ من الكبر أتيا، وقد انحنى ظهره، وقد سقط حاجباه من كبره على عينيه، وهو يقول: شيخ فقير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال: والله لقد رأيته يتعرض للجواري في شوارع الكوفة على كبر سنه، فعرضه الله تعالى للفتن، وهذا الذي يجب على الإنسان أن يحذره. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما فعل الدعاء. سهام الليل صائبة ولكن لها أمد وللقدر انتهاء، فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء. الدعاء من أصعب ما يمكن أن يتعرض له الإنسان.